Hello bitches! بهواشي's back. يلا من غير ما نكتر في الكلام، قصة كايزا The Daughter of the Void. Could it be true? يمكن يكون أكتر حاجة تشدك عن الصيادة اللي ما بتعرفش الخوف كايزا إن إزاي حياتها بدأت. كايزا مش من نسل محاربين أو قبائل الحروب اللي قوتهم استمدوها على مدى أجيال، ولا حد تم استدعائه من أراضي بعيدة علشان يحارب التهديد المجهول اللي تحت شوريما. بالعكس، كانت مجرد بنت عادية لأب وأم محبين ليها اللي خدوا من الصحراء الجنوبية اللي ما بترحمش وطن يعيشوا فيه. ده المكان اللي المفروض تقضي فيه كايزا نهارها بتلعب مع أصحابها، وليلها بتحلم بمكانها ودورها في العالم. لكن في صفها العاشر مصير البنت الشابة كايزا هيتغير للأبد. مع كونها بتكبر لفت نظرها أكتر الأحداث الغير طبيعية اللي بدأت تنتشر في كل القرى. كل يوم أمها كانت بتلح عليها إنها تفضل في البيت خوفا عليها من الناس الغريبة المتجولين في المكان واللي بيدوروا على ضحية للقوى المظلمة السوداء اللي تحت الأرض، القوى المظلمة السفلية. كايزا وأصحابها ما كانوش مصدقين لحد ما في ليلة راحوا لمكان بيربوا فيه المعيز متباعة من أحد الرعاة البدو، وبسكينتها اللي أبوها اداها في عيد ميلادها الثامن كايزا قطعت الحبال وحررت الحيوانات لوادي ضيق قريب تقدر تقول عليه مقلب غير مؤذي، لحد ما حصل اللي ما كانوش متوقعينه. الأرض بدأت تهتز ومضات من الضوء نورت السما جامد. الأطفال هربت من الخوف على أرواحهم. تم إيقاظ الفويد. The void has breached this place. شق كبير جدا قسم الأرض وبلع قرية كايزا بكل اللي فيها، ما سابش وراه حاجة غير يدوب رمال متشققة وإبدان ملتوية سودا زي الليل. كايزا فاقت علشان تلاقي نفسها محبوسة تحت الأرض ومليها الخوف اللي مخليها مش قادرة تتحرك، لكن لسه الأمل موجود. قدرت تسمع صرخات الخوف من الناجين التانيين بينادوا على بعض وبيكرروا أساميهم واحد ورا التاني كأنها تعويذة. وللأسف في اليوم الثالث ما بقاش فاضل صوت حد غير صوتها هي وبس. That smell. Unmistakable. The void. عيلتها واصحابها كلهم اختفوا وكانت وحيدة في الظلام. وفي اللحظة اللي يبدو انها فقدت فيها كل حاجة شافت ضوء وقررت تمشي وراه. على طول الطريق لقيت اللي يساعدها تعيش وسط الحطام والأنقاض اللي سببها الانهيار. لبس متقطع وخوخ متعفن، أي حاجة تنقذها من الموت بسبب الجوع. بس أخيرا جوع كايزا اتحول لخوف مرة تانية ولقيت نفسها في كهف واسع جدا متنور بنور بنفسجي متوهج من العالم الآخر، وده خلاها تشوف إنها ما كانتش لوحدها. مخلوقات بتزحف اتجمعت في الأعماق. أول مخلوق جه ناحيتها ما كانش أكبر منها، فمسكت السكينة بإيديها الاتنين بقوة علشان تستعد تدافع عن نفسها. مخلوق الفويد رماها على الأرض لكنها قدرت تقتل الوحش بطعنة في قلبه. You will die here, creature. وقعوا هما الاتنين في حفرة. الوحش كان باين عليه انه ميت، لكن جلده الاسود الغير طبيعي كان لزق على لحم دراعها. القشرة السوداء ارتعشت وكان ملمسها قاسي زي الحديد. بفزع وخوف شديد كايزا كسرت السكينة بتاعتها وهي بتحاول تنزق الشيء الملعون ده عنها، بس لما الوحوش التانية الكبيرة وصلت استخدمت القشرة دي كدرع علشان يساعدها على الهرب. وقريب جدا أدركت إن القشرة دي هتكون جزء منها. وفي صراع يومي للنجاة لسنوات جلدها الجديد ده كان بيكبر وينتشر معاها. بقى عندها أكتر من الأمل وبقى عندها خطة: حربي بقوة وعيشي.
ودوري على طريقة للرجوع. كايزا تحولت من بنت خايفة ومرعوبة لناجية ما تعرفش الخوف، من فريسة لمفترس. I am not afraid anymore. ولمدة 10 سنين عاشت بين العالمين في محاولة الإبعاد جوا الفويد. مش بس كده، مش بس من تدمير القرى المتفرقة في شوريما، لكن من تدمير رونتيرا بالكامل. هي لا يمكن تسمح ان ده يحصل، ومع انها قتلت عدد لا يحصى من وحوش الفويد كانت فاهمة ان الناس كتير من اللي بتحميهم هيشوفوها كوحش متوحش. وبالفعل اسمها بدأ يتحول لأسطورة وانتشر زي الصدى في أنحاء إيكاثيا القديمة. اسمها مش كايسا لكن كايزا. Kaisa, remember the name. وبكده نبقى انتهينا من قصة كايزا يا حبيبي. لو انت جديد في القناة ما تنساش السبسكرايب واللايك، ولو انت معانا من بدري ما تنساش برضو اللايك والشير والكومنت تحت عايزين مين في القصة الجاية طبعا، وما تنساش تدوس على الجرس ده علشان تجيلك القصص اول باول، وقولي في الكومنتات تحت عايزين مين القصة الجاية. يلا نشوفكم الخميس الجاي ومع السلامة.